السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، حياكم الله ومرحبا بكم فين ما كنتوا، وشكرا على حسن المتابعة وتشجيعاتكم ووفائكم لفيديوهاتي، ومرحبا بكم. قبل ما نبداو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ان شاء الله فيديو اليوم عبارة عن ميني بطبوط معمر بحشوة اقتصادية. نتمنى ينال اعجابكم وتفرجوا في الفيديو حتى الاخير. إذا بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير إن شاء الله، في واحد القصرية غنحتاج كمية ديال الدقيق الأبيض، غنحتاج النخالة. الكمية على حسب عدد الأفراد. أنا هنا درت 2 زلايف ديال الدقيق أبيض وزلافة صغيرة ديال النخالة ونص زلافة ديال دقيق القمح الحرش، وضفت عليهم ملعقة صغيرة ديال سنيدة وملعقة مع مرش ديال الملح وملعقة ديال الخمارة فورية، يعني خمارة الخبز. على بركة الله نعجن العجين ديالي ونرجع معكم. وفي هذا الاثناء كنت وجدت الحشوه اللي درت فيها بصله مشلضه رقيقه وفلفله حلوه الوان الا عندكم، ولا ما عندكمش تقدروا ديروا غير فلفله خضراء حتى هي مقطعه قطع صغيره، وجزره محكوكه وقرعه خضراء محكوكه. تضيفوا عليهم التوابل، يعني العطريه العاديه كيما مولفين، مليحه، ابزار، كمون، تحميره، شويه ديال الثومه محكوكه وقزبور وشويه ديال الزعتر وشويه ديال الزيت. رديتهم تيتشحروا في هذا الاثناء. والعجين من بعد ما دلكته مزيان غنقطعو قطع صغيره على شكل كويرات بحال الشكل ديال المسمن وغنخليهم على جنب. هنا الحشوه من بعد ما طابت ضفت عليها شويه ديال الطون، كما يمكن لكم الا توفر لكم صدر الدجاج ضيفوه، وغنضيف عليهم الطريف ديال الفرماج محكوك، غنحكوه في الحكاكه وغندوز باش نقرز دوك الخبيزات. عندي شويه ديال النخاله تنبسطهم بهذه الطريقه، وتنخلي العجين في الوسط تكون شويه غليظه، تنركزوا غير على الجوانب. وغنحط شويه ديال الحشوه باش ما تسيحش لكم فاش غنطيبوها. وغنحاول نسد العجين بالاطراف ديال الاصابع، يعني باش ما يجيوناش معجنين. نقفلوا العجين بهذه الطريقه كما تشوفوا، وتنستمر على نفس الطريقه حتى تنكمل كاع العجين اللي عندي. عاد غندوز باش نقرصهم ونخليهم يستراحوا واحد شويه، عاد نطيبهم وهانتوما معايا. بنفس الطريقه غادي نشكل الكريه الثانيه، وغندير شويه د الحشوه وشويه ديال الفرماج محكوك، ونقفل الكريسه ديالي ونخليها على جنب. من بعد ما عمرت العجين كامل بالحشوه كما تشوفوا،
ضروري خاصنا نقفلوهم بديك الطريقة كيما وريتكم باش ما يتعجنوش لينا. وهاني بديت تنقرص فيهم، تنستمر بنفس الطريقة حتى تنقرص العجين كامل، وغنغطيهم مدة ربع ساعة. من بعد ما ارتاحوا مدة ربع ساعة، هنا درت المقيلة حتى سخنات، عاد حطيت فيها البطبوطة الأولانية، غنخليها غير على ما تنشف واحد شوية وغنقلبها. تنستمروا بنفس الطريقة باش يتنفخوا لينا وما يجيوناش مدقسين ومعجنين، وغيتحمروا كامل من الجوانب كاملة. كما تتشوفوا البسبوط ديالنا جا على هذا الشكل. نتمنى ينال اعجابكم، وما تنسونيش من لايك وتشجيعاتكم كما العاده للاستمرار. دمتم بخير وشكرا جزيلا. هذا هو الشكل النهائي، نتمنى ينال اعجابكم. ما تنسونيش من لايك وبارطاج مع الاهل والاحباب، وشكرا جزيلا.